اهلا بكم في سوق الخميس دوازان. كيف ما كنقولوا سوق الاربعاء الغرب، سوق الثلاث خميس الزمامره. اليوم غادي نهضروا على سوق الخميس ديال وازان ونعرفوا اشنو كيوقع نهار السوق في وازان. اجيو معايا. هذه الهبطه اللي معروفه بالهبطه ديال السوق، هنا من المفروض كتكون عامره بالبيع والشراء، سوق حقيقي، ولكن من بعد التدخل ديال السلطات المحليه تم تحرير هذه الاماكن هذا، وتحرير ايضا الازقه والدروب ديال التجزئه ديال اكرام. المشكل ما بقاش غير التجزئه ديال اكرام والدروب ديالها، وانما تجاوزها الاحياء اخرى. اجيو معايا نشوفوا ايضا شنو واقع في جوايه اخرى اللي مازال كتعيش نفس المشكل. وكنتجهوا الان ما بين السوق القديم والنهضه. هنا كاينين الاسواق ديال القرب اللي تبناو بتمويل من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كما كتلاحظوا هو ان السوق ما بقاش مكتفي على اسواق القرب، وانما خرجوا للتروطوار والشارع العام. علاش؟ لان هاد اسواق القرب ولاو الناس كيجيو ليهم، بما انه ولاو الناس كيجي ليهم وما كيمشيوش للسوق الاسبوعي، السوق الخميس اللي دار اللي هي في الارض ديال بني كله، ولاو حتى الناس اللي كيبيعوا ويشريوا ما بقاوش كيمشيو للسوق، ولاو كيجيو حتى هما لهاد اسواق القرب، على اعتبار ان السوق الاسبوعي ما بقاش في بلاصه السوق الاسبوعي، ولا السوق الاسبوعي في وسط وازان، ولا في الجنبات ديال هذوك الاسواق ديال القرب، على اعتبار ان اسواق القرب ما غتكفاش للجميع. وهكذا الناس كيحطوا في التخطوار وكيحطوا في الساحه اللي لقاو. كاين اكثر من هذا الشيء هذا. الى طلعنا القدير وشفنا في ذاك الملتقى اللي كيأدي لبوسوالف، تشوفوا اشنو واقع. اجيو معايا. هنا ملي كنجيو من الجهه ديال بوسوالف في اتجاه قدير، كتشوفوا بان هنا سوق حقيقي، سوق في الشارع العام، بمعنى ماشي غير التخطوار، على اعتبار هنا ما كاينش التخطوار، كاينه غير الطريق. هنا الطريق كامله سوق، ما يمكن لكش تدوز، ما يمكنش اي واحد يدوز هنا، لا بسياره، سياره اسعاف او البومبيه الاطفاء او اي حاجه من هذا القبيل، ما يمكن لهاش تدوز لانها عامره. حنا بغينا هاد الناس يترزقوا الله ومن حقهم يترزقوا الله، ولكن بطريقه منظمه. خص اللي ينظمهم، لان ما يمكن حتى لشي واحد يصادر الحق ديال الاخر في المرور وفي استعمال الشارع العام. وهانتم كيف ما كتشوفوا ما يمكن لكش تدوز لان الناس حاطين كيتسوقوا. خصنا لهاد الناس هادو اللي حاطين كيبيعوا ويشريوا، خصنا نلقاو لهم حلول، ما يبقاوش يحطوا في الشارع العام، نلقاو لهم شي طريقه اخرى اللي تكون ما تعيقش السير العام ديال الناس. كيف ما شفتوا في التقرير، نهار الخميس في كل اسبوع مدينه وازان كتحول الى سوق كبير. بالفعل ان هناك مجهودات كتدار على مستوى السلطه من اجل تحرير مجموعه ديال الازقه ومجموعه ديال الاماكن باش ما يتحولوش الى سوق اسبوعي، ولكن ما يمكنناش نحطوا في كل زنقه وفي كل درب وفي كل حومه رجال السلطه والاعوان ديالهم وما الى ذلك. ما يمكنش. هناك اشكال، والاشكال اعمق من هذه الهضره اللي كنقولوا، هو في تدبير السوق الاسبوعي. تذكروا معايا هنا في الخلف، هنا كان السوق الاسبوعي ديال وازان، وكانوا الناس ديال وازان كيهبطوا للسوق التحتي كيف ما كنقولوا دائما، كيجيو يتسوقوا. وحتى في الجنبات ديالو كانت كتكون الرواج وكان كيكون البيع والشراء. المدينه ديال وازان واحد النهار قررت انها تبيع هذا السوق خارج مدينه وازان، وداتو بالضبط في المجال الترابي ديال الجماعه ديال بني كله، وتما داروا واحد السوق اسبوعي. هذاك السوق الاسبوعي بالنسبه للوزانيين، بالنسبه للناس اللي ممكن يمشيو يتقداو منه، جاهم بعيد. بما انهم جاهم بعيد وتشكاو، اشنو الدار من بعد؟ دار ما يسمى باسواق القرب. هذه الاسواق ديال القرب تمولوا بالفلوس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذه اسواق القرب حلوا نسبيا المشكل، ولاو الناس كيمشيو يتقداو من هذه اسواق القرب، لكن ما حليناش المشكل للسواق، الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في السوق، على اعتبار ان الناس اللي ممكن يمشيو عندهم السوق اللي هي خارج وازان ويتسوقوا، ولاو كيتسوقوا غير في اسواق القرب. وهكذا ولاو هذوك الناس طلعوا يمشيو يحطوا السلعه ديالهم تباع في السوق الاسبوعي، ولاو كيجيو هنا في وسط وازان، في وسط المدينه، سواء في الشوارع او في الازقه، في الدروبه او في الجنبات ديال اسواق القرب. هذا هو الاشكال. الاشكال اللي كاين هو ان المدينه في المقاربه ديالها لتدبير السوق الاسبوعي ما كانش بطريقه عقلانيه، وما فكروش بانه راه الناس ممكن غيجيهم ذاك السوق بعيد، وانه ملي حليتي المشكل باسواق القرب الناس
السواق الناس اللي كيبيعوا ويشريوا ايضا ما بقاوش كيجيوهم الناس، وحتى هما ولاو كيجيو لهنايا. اذا هذا الاشكال ديال السوق الاسبوعي غادي يبقى دائما مستمر معنا، على اعتبار ان المدينه ما قدرتش تلقى حلول ناجعه لهاد الناس اللي كيخدموا ويبيعوا ويشريوا في ايام السوق، والناس اللي كيبيعوا على طول الاسبوع سواء في الجنبات ديال السوق البلدي المارشي او في الجنبات ديال اسواق القرب في العروض ما يدخلوا للداخل. ما غيمكن لهمش كلهم يدخلوا للداخل على اعتبار ان المساحه ديال اسواق القرب او السوق المركزي السوق البلدي ما يمكنلوش يهز هذا الكم الهائل ديال الباعه. اذا هناك مشكل حقيقي وجب لمدينه وازان تفكر فيه، تجلس ودير واحد التفكير عميق، تدير اون ريفليكسيون حقيقيه اللي من خلالها بطبيعه الحال بالتشاور مع كل المتداخلين، الباعه المتجولون نفسهم، الناس اللي كيسوقوا السوق، السواقه، الكل كيخصو يتخذ بالراي ديالو باش نهار نلقاو حل يكون حل ناجع، وبهذه الطريقه غادي نحلوا المشكل ديال نهار الخميس هنا في مدينه وزعان. هذا العجب اللي كتشوفوا من مورايا هو اللي خلف البلاصه ديال السوق. هذا قالوا انه غيكون مركب ثقافي هذه 10 سنين او اكثر، وهو هنا هذا مركب عشوائي ماشي مركب ثقافي، لنا عوده ليه. وكاع الامور اللي كتجرى في هذه الساحه ديال السوق هي واقيلا اللعنه اللي كتحل بالمشاريع بمدينه وزان، هي مشاريع متوقفه المده طويله، لنا عوده لها. الموضوع المقبل اللي غادي نتحدثوا فيه المره الجايه هو احتلال الملك العمومي من ارصفه وساحات، سواء من طرف الباعه او من طرف المقاهي او المطاعم. لازم ان المدينه تلقى لنا شي حل لهذه المعضله. كنضرب لكم الموعد الخميس المقبل، والموضوع هو احتلال الملك العمومي. ختاما، حنا كنا بغينا الناس تبيع وتشري وتتمعش مع راسها، ولكن ما عند حتى شي واحد الحق انه يمنع الولوج للفضاءات العامه من ارصفه وازقه ودروب وايضا وحدات سكنيه. لذلك وجب النظر في هذا القطاع ديال السوق الاسبوعي ديال وزان، خصنا اعاده النظر فيه وخصو يتنظم بطريقه عقلانيه. دمتم باحسن حال والى اللقاء.